السلام عليكم ليديزاد يوتيوبر، معكم خوكم الجيريان زندا كالعادة. تحياتي الخالصة لكل جزائري محض يحب البلد تاعو ويحيي البلد تاعو بكل روح رياضية من غير شغب ولا هدر النفوس، باسكو لأنه الأمر خرج عن طاقة السياسيين. هم شعللوها بس وسابوا الأمر للمشجعين. على فكرة الجزائريين اللي مسافرين للسودان مسافرين بشحنة، مش ماتش كورة. لأنه في صحفي مصري نحييه قال إنه الجزائريين اللي راحوا مصر غير الجزائريين اللي جايين للسودان، واقترح إنه الماتش يتلعب من غير جمهور. أقول له أنا إنه المشكلة مش في الماتش يتلعب بالجمهور ولا من غير جمهور، لأنه الجمهور حيلاقي نفسه هو في السودان أصلا. المصريين لما يقول السودان وما يدخلوش الملعب حيروحوا فين؟ حيبقوا برا الملعب، والجزائريين لما ما يدخلوش حيتلاقوا برا الملعب. يعني حترجع حتصبح ساحة حرب، معركة، بغض النظر عن والفريق المصري والفريق الجزائري تلاقيهم امبارح متعشيين سوا في الاوتيل والله. واحنا بنغلي في دمنا كده، ونقول الاخوة الجزائريين يا رب يهدي النفوس، باسكو الامر خرج صح عن الطاقة تاع السياسيين. واحد المرأة قالت انه ما فيش قوة راح تحبس الشعب الجزائري. قال لك حتى هيئة الأمم المتحدة ولا الجيش تاعو ما يقدرش يحبسهم. وده شيء طبيعي، شعب شاف انه شعبه تحقر لما راح لمصر، تهان. النشيد الوطني تاعو اللي لحنته مصر صفروا عليه. والله العظيم شيء مؤسف، اقسم بالله غير شيء مؤسف. يعني وش نقول لكم خاوتي، ربي يهدينا ان شاء الله يا ربي. لانه الام الجزائريه اللي راحت للمطار، للميناء الجوي الجزائري، وحمله صوره ابنها وتسال كل واحد دخل من مصر: هل شفتوا ابني؟ هل شفتوه في مصر؟ هو جاي اني طياره هو نازل فيها؟ مسكينه تسقسي. فعلا راح تكون ام مصريه تانيك تستنى في المطار حامله صوره ابنها، ولا مش عارف يعني جوزها ولا اخوها، وتسقسي اذا شافوه تسأل لو شافوه في السودان. يعني شيء مؤسف انه العرب وصلوا. والغريب في الامر انه الصحافة الفرنسية بتتسلى بالامر، والصحافة الاسرائيلية كذلك. يقولوا انه الغريب في الامر انهم يتكلموا لغة واحدة ودينهم دين واحد. هذا هو الغريب في الأمر، أنه كيفاش ما توصلوش إلى حل سلمي. يعني حل سلمي، يعني ماتش رياضة. والله العظيم غير شيء مؤسف. لأنه امبارح اتصل بي واحد أخ من أمريكا، أخ مصري اسمه محمد من ديترويت ميشيغان، متشرف به بزاف 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 بزاف. يعني تمنيت لو كان كل المصريين هاك. والله العظيم اتمنى ان شاء الله يوم الماتش يضرب زلزال، فريق ما يتأهل. الفيفا تقول لك بلاش مش عايزة الفرقتين الاثنين، باش واحد ما يتهنى. لانه في حقيقة الامر لو كان الجزائر تتأهل ولا مصر تتأهل، وش راح نقنيو تما باش تمس سيادة وطنية، ومن بعد تيك تروح تلعب كأس العالم؟ وش راح تلعبها وانت مهني؟ قول لي. ان شاء الله المصريين اللي في الجزائر يكونوا بخير. والله يعني الشعب الجزائري مش شعب بربري زي ما يقولوا بعض المصريين، يقولوا يا ابناء فرنسا. احنا بنهدي النفوس ما بنشعللهاش، لانه تشعليل اسهل حاجة. والجزائري وريلو برك، قول له في حرب وسيبه. اسهل حاجة عند الجزائري هو وش اسمه يبدأ الحرب. يعني عرفوا كيش تربحوهم،
ما تكونوش أغبياء.